الراجل الطيب المحترم ده بيسأل بيقول انت من كام ساعة كده نزلت منشور بتقول بلاش هوجن وضايو الفترة دي. طيب هل فيهم مشاكل؟ هل فيهم عيوب؟ طب فيهم ضرر لحد؟ انت ما وضحتش السبب. طب عايزين نعرف ايه السبب، لان احنا بناخد منك الكلام ثقة، ولكن ما بلاش الكلام المبهم. يعني حتى في منشور الزيت برضه انت قلت بلاش كذا وكذا 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 وسكت، وقلت هعمل فيديو وما عملتش لسه. طيب صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. اول حاجة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا انتوا عارفيني الاول ومتابعيني من سنين، من حوالي 7 8 سنين والقنوات اللي اتقفلت، ان الحمد لله المعلومه اللي بقولها بكون متاكد منها كويس جدا. ليه؟ لان اعرف ان في ناس او شريحه كبيره جدا من الناس بتسمع كلامي من غير ما تسال عنه، ثقه كده لله. وانا بفضل الله الحمد لله عمري ما قلت معلومه الا وانا متاكد منها، عشان الثقه دي، وعشان برضو ما حدش يفقد الثقه في غيره، ويبقى في ثقه متبادله بيننا احنا كلنا. تمام؟ طيب الحمد لله. موضوع الزيت انا عملت الفيديو، بس انا كنت عايز انزله النهارده، لكن ان شاء الله مش هنزله عشان اوضح موضوع الهوجن والضايو. تمام كده. لكن الفيديو خلاص انا جبت لك زيت نوع ممتاز جدا في كل مواصفاته اللي انا دايما برجحها، عشان ما تقولش ان انا واخده من اتجاه واحد. لا، انا زي ما بقول لك المكنه ده اهي رقم واحد في خامه وجوده وخدمه ما بعد البيع وسعر وصيانه وكل بجيب لك الناحيه كلها. برضه في الزيت بجيب لك كل حاجه كسعر وجوده وخامه، وهو ده اللي مكتوب في الكتالوج وكل حاجه. تمام؟ طب صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. انا ليه بقول بلاش هوجن وضايو؟ طيب هل فيهم مشاكل؟ اقول لك ما فيش فيهم مشاكل. الهوجن والضايو قبل ما اقول لك ايه هقول لك انا بتكلم عن نوعين بس في مصر. يعني بتكلم عن الهوجن الاصلي اللي احنا بنسميه استيراد كامل، والضايو 4 الاصلي اللي احنا بنسميه استيراد كامل او الفرز الاول. تمام. ليه؟ مش عشان لا قدر الله في مشاكل، يعني اللي اشترى النهارده اشترى امبارح اشترى من اسبوعين، ده عادي يا عم امشي بيها، والله ما فيها مشاكل خالص، والله المكنه ممتازه وانا بايع منها و100%. بس انا بتكلم عشان جشع التجار. ازاي؟ النهارده انت عايز تعرف السبب، وانا بقول لك نصيحه لله. انا النهارده كراجل ميكانيكي وكراجل في السوق، في عندي اكتر من 12 13 ماركه بتنزل مكن موتوسيكلات في مصر. ايه اللي يخلي تاجر يتحكم فيا؟ اروح اشتري مكنه هوجن جامبو يقول لي لا والله اصل سعرها زاد 10000 جنيه. يا ابني ما هو ما زادش في الشركه اصلا، ما زادش في اي حته. يقول لك لا خلاص اصل هي هتزيد فانا هركنها مش هبيعها. او ضايع 4 الاصلي. طب وانا ليه؟ طب ما انا عندي فيجور 26، عندي هوجن 3، عندي اتش جي. برضو ممكن اجيب لك حاجه شاسيه استيراد و100% وزي الفل، وناس شغاله بها من 3 4 سنين دليفريه، وبفضل الله عملوا فيديوهات عندي على الصفحه بيشكروا فيها. تمام؟ فانا نصيحه لله. انا طبعا كلامي ده عشان التجار ما تزعلش مني، مش كل الناس بتسمع كلامي، انا بنصح لله بس. فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. انا بقول لك والله وجهه نظري عجبتك ماشي، ما عجبتكش ماشي. اي نعم في ناس الحمد اللهم لك الحمد، في ناس بتقتنع بكلامي وماشيين ورايا. ليه؟ لانهم عارفين ان انا مش هغشهم ولا هضلهم. وفي ناس تانية مش هتاخد بكلامي، يقول لك يا عم لا. انا اعرف واحد اشترى هوجن جامبو ب 72000 جنيه، في نفس الوقت كنت انا ببيعها ب 40 و 41000 جنيه في نفس الوقت، مش هقول لك بعدها باسبوع ولا قبلها باسبوع، في نفس الوقت، وهو اتصدم منها. بس خلاص هيعمل ايه؟ هو خلاص كان اشترى، بس ما سالش. هو لو كان سال كان عرف، ونفس رقم الشاسيه ونفس الموتور ونفس كل حاجه، وهو نفسه ركب الاثنين. بس انا بقول لك في ناس بتشتري وفي ناس ما بتسمعنيش، في ناس بتسمع وبتكبر دماغها، فالتاجر ما يزعلش. لكن انا بحب ابين التاجر لما يرفع عليك هوجن جامبو الاصلي هات الاتش جي. هتقول لي ما هيرفع الاتش جي، هقول لك لا يا باشا مستحيل يرفع كله، لان في تجار تانية. فهمتني؟ في فيجور 26، في فيجور 4، في ضايو 3، في انواع كتير جدا. تمام؟ فالسوق النهارده مليان ماركات، ما تخليش حد يتحكم فيك ويقول لك اصبر لي اسبوعين 3 عمال مش عارف الاصل ينزل، اصل الاصل لما ينزل هيغلى، هيبقى فيه 10000 جنيه. دي وجهة نظري. طب انا عملت الفيديو ليه وبالسرعه دي مع ان انا بتاع الزيت اللي بقاله اسبوعين 3؟ لان انا حسيت ان في ناس خافت وقلقت من ركوب الموتوسيكلات. قال لك بس ده هو قال كده واحنا بنثق في كلامه يبقى في عيب في المكنه. لا، من باب الامانه انا والله ما في عيب في الموتوسيكلات، لا الضايو ولا الهوجن، ولكن انا بقول كده من باب ان لازم يكون في ردع مننا وتأديب مننا، ويكون عندنا ثقافه التغيير. ازاي؟ ان يا باشا التاجر ده اهو حب يغلف دي، سيبه هات الماركه اللي بعدها. بس انا اولى بال 15000 جنيه الفرق، وهي كده كده نفس المكنه وكده كده نفس الموضوع. ال 15000 جنيه دول هرخص ب 3000 جنيه وهيفضل معايا 12000 جنيه. المكنه هصرف عليها 12000 جنيه لمده 4 5 6 سنين قدام.
كاوتش وبطاريات وضفيره ودنيا مقلوبه هيفوت معايا فلوس. فهمتني؟ فلازم يكون عندنا الحته دي. ده كل اللي انا اقصده من المنشور بتاع بلاش هوجن وضايو الفتره دي. والله ايه الكلام، لو عجب حضرتك نتناقش، مش عاجب حضرتك نتناقش برضه، بس باحترام وادب وكل حاجه. ليه؟ لان احنا اخوات وخايفين على بعض. دمتم في امان الله. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.